انتوا بتسمعوا ذا ويكلي نوب معاكم نصرت، والنهارده هنكمل كلامنا عن الاكاديميك ماركت جاب. الحلقه اللي فاتت انا اتكلمت عن المشاكل اللي بتواجه الطلبه حاليا في موضوع ان هم مثلا بيخشوا الكليه، بيحاولوا ان هم يكتفوا بالكونتنت بتاع الكليه، ولكن بيطلعوا يلاقوا السوق مش يعني بيطلعوا يلاقوا السوق طالب حاجات فوق ما يتصوروا اصلا بناء على اللي هم خدوه في الكليه. وخلونا نقول ان في عموما مغالطات صغيرة في الموضوع ده، ان في لما بتقارن الجيل الحالي مع الجيل اللي فات، آه، والمغالطات دي على الرغم ان فيها حاجات نقط صحيحة، الا ان حاليا مثلا السوق فيه فرص كتير. السوق فيه فرص كتير، وال وكطبيعة الحال السوق مش هيكفي مثلا المليون ونص شخص اللي بيتخرج من كل سنة. يعني في نسبة كبيرة جدا، في عدد كبير جدا من الطلبة بيتخرجوا، أه وان هم يلاقوا شغل في شركات، يعني في بوزيشنز كويسة، دي حاجة صعبة. ولكن اللي تقدروا تعملوه كطلبة، اللي نقدر نعمله هو ان احنا نختلف عن باقي الطلبة. يعني مثلا عندك طلبة اكتفوا بمقدار الحاجات اللي خدوها في الكلية وما زودوش عليها. انت مثلا ممكن تكون واحد خدت كل الحاجات اللي في الكلية زي اي حد تاني، وقمت مزود عليها كمان ان انت مثلا اخترت تراك ومشيت في التراك ده فترة معينة اتدربت فيه وهكذا. فانت عندك خبرة وعلم اكتر من الشخص اللي خد كونتنت الكلية فقط. وهنخش في تفاصيل الموضوع ده نعمله ازاي. أه أه قبل ما اخش في الكونتنت بتاع الحلقه، حابب ارد على شويه من الاسئله اللي اتبعتولي. محمد احمد سأل: هل الكتابين كلين كود و ذا براجماتيك بروجرامر كويسين لشخص بيدرس في كليه الحاسبات دلوقتي؟ آه، انا عن نفسي اقول لك يعني هو يعني مفيش ستاندرد اللي هو الشخص ده لازم يبقى عنده سنين خبره معينه عشان يقرا الكتاب ده. وخصوصا ان الكتابين مفيدين جدا. يعني حتى لو ما قريتهمش، حتى لو قريت مجرد ملخص حد عامله ليهم وهكذا، هتستفيد. طبعا في نقط ممكن تبقى صعبة شوية على يعني على الناس اللي لسه جداد في الكلية، او الناس اللي لسه جداد للبرمجة عموما. ان انت ممكن تكون مثلا آه، يعني لسه ما عندكش الخلفية الكافية ان انت تفهم كل الكونسبتس اللي هتبقى موجودة في الكتب دي. ولكن آه المفروض ان الكتب دي اصلا، يعني الكتب دي اصلا معمولة علشان تبقى، يعني مش حابب اقول beginner friendly، بس هي كده فعلا. على الاقل لما انا قريتهم كانوا كده فعلا. آه يعني الكتابين دول The Pragmatic Programmer, Clean Code والحاجات اللي زيها، الكتب دي جميلة جدا. الكتب دي هتفيد أي حد يقراها، سواء عنده سنين من الخبرة أو لسه طالب. محمد أحمد سألني سؤال تاني، وهو إزاي أحدد المجال اللي عايز أشتغل فيه. ودي حاجة يعني بتختلف من شخص لشخص. كل شخص يعني زي ما تقول كده عنده الالجوريثم اللي بيمشي عليها في تحديد قرار زي ده. انا بالنسبه لي بجرب، وبنصح الناس كلها ان هي تجرب. يعني حط مثلا الليست بالحاجات اللي انت عايز او مهتم بيها، الحاجات اللي شداك، وجرب في كل حاجه منهم اسبوع مثلا او اسبوعين. انت كده كده لو لسه في الكليه فانت عندك وقت. ف وحتى لو بعد الكليه وحتى لو كبير برضه عندك وقت ان انت تجرب. حتى لو بتشتغل ممكن تجرب بجانب شغلك. أم، فاللي انت ممكن تعمله ان انت هتعمل ليست بالحاجات اللي انت مهتم بيها او اللي شداك، وتبدأ بعد كده تديها فترة اسبوع اسبوعين تجربة لكل حاجة فيهم. أه،
ممكن قبل ما تعمل اسبوعين التجربة دول مثلا ان انت تفلتر الليست دي. يعني انا مثلا يوم ما عملت حاجة زي دي كان اللي شددني الماشين ليرنينج والفرونت ويب ديفلوبمنت ال والجيم ديفلوبمنت. ده التلاتة دول كانوا متفلترين، يعني كان في حاجات اكتر بكتير منهم. وقعدت بقى اللي هو ايه، بتمسك كل حاجة في الليست وتدور عليها في جوجل، تشوف هي مثلا ليها رود ماب، الرود ماب دي عاملة ازاي، بتتضمن ايه، الوظيفة نفسها بتعمل فيها ايه، وهكذا. فمثلا لو واحد ما بيحبش ان هو يتعامل مع اليو اي او اليوزر اكسبيرينس عموما، ممكن يكون يحب الباك اند اكتر، باك اند ديفلوبمنت. ودي الغالبيه العظمى من الناس اللي انا اعرفها، يعني الناس اللي هم الباك اند ديفلوبرز هم حابين يعملوا لوجيك، مش حابين يعملوا مثلا يو اي elements. هو الفرونت اند فيها يعني فيها لوجيك برضو، بس هم مش عايزين يتعاملوا مع يو اي لوجيك خالص، ولا الحاجات اللي بتيجي معاه. هم اللي شددهم اكتر ان هم شغالين في الباك اند، بيبنوا الحاجات اللي بيتبني عليها حاجات تانية. أه فانت بتبدأ تفلتر الليست بناء على الحاجات اللي شدك اكتر، وتدور في جوجل عادي سيرش بسيطة، تشوف كل حاجة من المجالات اللي انت مهتم بيها دي بتتضمن ايه وبتعمل فيها ايه. وبعد كده لما تصفصف مثلا في الاخر على 3 4 حاجات، تقدر ان انت تاخد التلات 4 حاجات دول تجرب فيهم. في حد تاني سأل سؤال، وهو مش قايل اسمه ولا اي ديتيلز عنه، بس المهم ان السؤال هو هل الكلية ملهاش لازمة؟ والحقيقة ان لا، الكلية ليها لازمة. لو استغلتها صح هتطلع معاك علم واسع وخبرة طويلة، او على الاقل خبرة كام شهر. أه والحقيقة ان يعني هو في تريد اوف ما بين ان انت ما تعتمدش على الكلية تماما، وان انت تستغل الكلية لصالحك. وانا هتكلم في النقطة دي عموما في الحلقة دي. تيسير تيسير سأل بيقول ازاي استغل الكلية علشان ابقى سوفت وير انجينير ناجح، وازاي وليه عندي مشكلة النسيان. ازاي ابقى سوفت وير انجينير ناجح؟ آه، عن طريق استغلال الكلية، ده اللي انا هتكلم فيه. بالنسبة لمشكلة النسيان، مشكلة النسيان دي تقريبا ما اعرفش الديفلوبر ما عندوش مشكلة النسيان دي. هي بدرجات متفاوتة، بس المهم في الاخر ان احنا شغلنا بيعتمد على ان احنا بنتعامل مع حاجات كتيرة جدا. يعني انت مثلا لو بتتعامل بلغة مع فريم ورك على اي بي اي معين، فانت حرفيا لازم تكون فاكر اللانجوج كونستراكتس كلها مثلا اللي انت هتستعملها واللي انت محتاجها. واللي مش محتاج تبص في الريفرنس مثلا. الفريم ورك اللي انت شغال بيه ليه كونستراكتس تانية، فانت محتاج تفتكر دي. وبعد كده الاي بي اي نفسه ليه كونستراكتس تالتة، انت محتاج برضو ان انت تتعامل معاها. فمستحيل ان احنا نحفظ الكلام ده كله، ودي عموما ان انت تحاول تحفظ دي مش حاجة آه مفيدة. لان انت حرفيا ممكن دلوقتي مثلا، يعني انا حاليا شغال على البروجكت ده بستعمل فيه فيو جي اس، اللي هو الفرونت اند فريم ورك ده. آه، من شهر كنت بستعمل رياكت. انا اغلب شغلي برياكت، بس الشهر ده بتعامل مع فيو. فانا لو قعدت احفظ كل حاجه في رياكت، بعد كده رحت اشتغلت في فيو شويه، هنسى كل اللي انا حفظته في رياكت. ولو قعدت احفظ في فيو شويه، يعني بعد كده هحول مثلا لرياكت تاني، هنسى اللي انا عملته في فيو. ففكره ان انت تحاول تحفظ دي يعني مش بس فكره مش كويسه، بس هي فكره هتضيع وقت ومجهود، وممكن تكون سبب من ضمن الاسباب اللي تسبب لك بيرن اوت. فبلاش. هو الحاجات اللي انت محتاجها طول الوقت زي البيسك لانجويج كونستركتس، اللي هي مثلا اللوبس، الكونديشنز، الفانكشنز، الريفرنسز، البوينترز، وهكذا. واللغات اللي هي في اللغات اللي هي اللو ليفل وهكذا. الحاجات الاساسيه اللي هو بيتبني بيها من 80 ل 90% من البرامج دي مع التطبيق هتحفظها، يعني هتبقى بالفعل موجوده في دماغك، مش هتحتاج تبص في حاجه.
في برضه هتلاقي ان في احيانا مثلا الفانكشن دي استعملتها كتير جدا وبتستعملها كل يوم بس مش قادر تحفظها، وده طبيعي. ده حقيقي طبيعي. آه، انا لحد دلوقتي مثلا عندنا في جافا سكريبت في 2 فانكشنز بتستعملهم عشان تعمل كول لفانكشنز تانية، اللي بيستعملوا جافا سكريبت دي اللي هي الكول والابلاي. حرفيا لحد دلوقتي ما بفتكرش الفرق ما بينهم بالظبط. يعني انا عارف دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه، بس بقى اللي هو ايه البارامترز نفسها عمري ما حفظتها، عمري ما قدرت احفظها، مع اني تقريبا بستعملهم مرة كل اسبوع. فالموضوع عادي، الموضوع حوار النسيان ده طبيعي جدا. احنا بنتعامل مع حاجات كتيرة جدا صعب نحفظها اصلا، وخصوصا ان احنا المجال بتاعنا متغير. يعني انت لو حفظت حاجة في الفريم ورك مثلا اللي انت شغال بيه دلوقتي، ممكن الفيرجن الجاي الحاجة دي تتشال او تتغير، او الاي بي اي بتاعها يتغير، فانت ساعتها مش هتبقى عملت حاجة، هتبقى ضيعت مجهود في ان انت تحفظ حاجة وفي الاخر اتغيرت. أه فركز ان انت تبني كتير، بس ركز ان انت تبني كتير، ومع ان انت بتبني مشاريع كتير دي هتلاقي ان الثقة عندك زادت، والحفظ في الحاجات اللي هي الحاجات الأساسية اللي بيتعمل منها 90% من البرامج هتلاقي ان هي بتيجي معاك بسهولة. ماشي. طولت شوية في الأسئلة بس قدامنا وقت عموما. أه ازاي بقى نستغل فترة الكلية علشان مثلا نبقى سوفت وير انجينيرز ناجحين، او ازاي نستغل الكلية لصالحنا عموما، ازاي نطلع من الكلية نلاقي شغل، او ازاي واحنا في الكلية نقدر نقدم ونتقبل في الشركات. أه اول حاجة هنقسم الموضوع 3 فترات او 3 مراحل. المرحلة الاولانية اللي هي اثناء الدراسة، سواء بقى انت لسه في اولى، في تانية، في تالتة، في رابعة، في خمسة لو انت في هندسة، في سبعة لو انت في طب، ايا كان البروفيشن بتاعك ايه. أه المهم ان انت عندك حاليا مرحلة دراسة، دي اللي هي الترم نفسه، وبعد كده مرحلة الامتحانات، وبعد كده المرحلة التالتة وهي مرحلة الصيف أو الأجازات عموما. المرحلة الأولانية دي المرحلة اللي ممكن ساعتها ما تقدرش ان انت تبني كتير على قد ما بتكون بتذاكر. يعني مثلا دلوقتي بناخد مثلا مادة سوفت وير انجينيرنج ادفانسد، وبناخد كمبيوتر اورجانيزيشن. هل الصح ان انا مثلا ارمي المادة تماما واقعد ابني في المشاريع اللي انا ببنيها؟ لا. انت جايلك دلوقتي المادة محطوطة لك، يعني مش عايز اقول على طبق من ذهب، بس هو انت في مادة، المادة انت لازم كده كده تاخدها، ولازم كده كده تذاكرها، ولازم كده كده تمتحن فيها. فليه تضيع؟ مثلا لو انت بتحضر محاضرات، لو عندك حضور، فانت بتحضر محاضرات والسكاشن واللابات وهكذا، وتقوم مضيع ده كله في ان انت مثلا ما تذاكرش المادة اصلا. فدي الحتة دي ان انت كده كده هتاخد المادة، كده كده هتاخد المادة، ليه ترميها في الزبالة؟ ليه ما تستغلهاش لصالحك؟ سيبك بقى من فكرة ان هي مادة في الكلية. سوفت وير انجينيرنج دي حرفيا مادة عبارة عن ديزاين باترنز بقى وسكيلابيلتي والحاجات دي كلها، الحاجات اللي بتخش في السوفت وير ات سكيل. ومع ذلك كانت مادة. لو احنا اكتفينا ان هي مادة وما استغلناهاش لصالحنا، يعني حرفيا ده بقى الطبق من ده الطبق نفسه احنا كده، يعني احنا كده بنرمي الطبق نفسه وخلاص وفضلنا قاعدين. فلا، انت مثلا لو المادة حاليا مثلا فيها ديزاين باترنز، فانا هاخد دلوقتي انا عارف شوية ديزاين باترنز ما استعملتهمش كتير، فممكن استغل المادة بحيث ان انا اذاكر مثلا من كتاب محترم يخص المادة، بحيث ان انا اخد يعني قدر من العلم على قد ما اقدر. ان انا مثلا دلوقتي كنت عارف ان في ديزاين باترن اسمها اتريتور، بس انا مش فاكر كانت بتتعمل ازاي. يعني انا عارف انا عارف هي ايه، بس مش فاكر كانت بتتعمل ازاي. فتستغل مذاكرتك للمادة في ان انت تذاكر الجزئية دي، وساعتها الجزئية دي هترجع ليك انت بفايدة، مش هترجع مثلا للمادة. عادي ممكن تعلى درجتين 3 فيها في المادة،
بس في الاول والاخر الدرجتين 3 دول هترميهم في الزباله لو اتخرجت وانت مش عارف تستعمل اصلا الديزاين باترن دي. يعني انت المفروض درستها. فلو حد في شركه، لا يعني لو واحد تيم ليد مثلا وبيحاول ان هو يوظف طلبه خريجين، لو لقى ان انت واخد ماده اسمها Advanced Software Engineering، المفروض ان انت درست فيها يعني ايه ديزاين باترنز، وانت طالع مش عارف يعني ايه ديزاين باترن اصلا، يبقى انت كده ضيعت وقت ومجهود على الفاضي وقللت فرصك في السوق. فالموضوع مع المواد ان انت تحاول خلال فترة الدراسة ان انت آه يعني تختزل الفايدة من المواد اللي انت بتاخدها. وعندك مثال تاني مثلا كمبيوتر اورجانيزيشن، دي المادة اللي هو بتتعامل مع ايه، بتبني حرفيا بروسيسورز، وبتبني البنية التحتية للكمبيوتر بحيث ان انت تعرف تشغل برامج حرفيا. وكان في مادة اوبريتنج سيستم، ازاي الاوبريتنج سيستمز بتتعامل مع، بيبقى ليها كيرنل بقى، وبتتعامل مع الهاردوير ازاي، والدرايفرز والديفايسز في الجهاز وهكذا. كل ده لو انت رميته في الزبالة يعني هتبقى بترمي قدر كبير جدا من العلم انت لازم تاخده كده كده. يعني انت كسوفت وير انجينير المفروض ان انت عارف اللو ليفل كونستراكتس اللي موجوده في الجهاز اللي انت بتشتغل عليه، علشان مثلا تعرف توبتمايز البرنامج بتاعك. انت لو ما تعرفش البروسيسورز بتتعامل ازاي مع مثلا الاريز، هتعمل حاجات inefficient بالاريز، ومثلا هتستعمل الداتا ستراكشر الغلط، فهيؤدي ان البرنامج بتاعك بطيء. لو انت ما تعرف في اللو ليفل كونستراكتس بتاعتك، فانت ساعتها مش هتعرف توبتمايز البرامج بتاعتك، مش هتعرف تعمل هاي بيرفورمانس. تمام. ف يعني ان انت ترمي الماده تماما ده مش شيء كويس، ده مش شيء مفيد، ده ضياع وقت ومجهود. لان انت كده كده سواء ذاكرت بقى خلال الترم، سواء ذاكرت ليله الامتحان، سواء ذاكرت شلت الماده وذاكرتها سمر، فانت في الثلاث حالات انت ذاكرت في وقت اتحط في الماده دي. حتى يا سيدي لو كتبت الماده على الاله الحاسبه بتاعتك ودخلت الامتحان، يعني انت برضه في الاول والاخر انت تعبت عشان تكتبها على الاله الحاسبه. ليه ترمي المجهود ده كله على الفاضي، بينما انت ممكن على الاقل تستغل ان انت تاخد الكونسبتس مثلا اللي في الماده، يعني تبقى عارفها، بحيث ان انت لو اتسالت فيها مثلا، او ان انت لو جيت تحاول تذاكر حاجه مبنيه على الكلام ده، تبقى فاكر ان كان في كذا كذا كذا، فتقدر ان انت حتى تخش تراجع، تعرف تراجع ايه بالظبط، تبقى تكون عارف انت عايز تراجع ايه بالظبط. ولكن هلاقي حد دلوقتي بيقول لي طب ما انا باخد حقوق انسان وماث وبتاع والحاجات دي. هقول لك ما انت مش هتذاكر عمياني، انت هيبقى ليك يعني انت ليك عقل تفكر تشوف الماده دي تفيدك ولا لا. ممكن عادي جدا تسيرش في جوجل الكونسبتس اللي في الماده دي مفيده للسوفت وير انجينير ولا لا. ده ابسط حل حرفيا، ده ابسط حل ممكن تعمله. يعني مثلا ممكن تمسك في السوفت وير انجينيرنج، ماده السوفت وير انجينيرنج ممكن تمسك الديزاين باترنز، تخش على جوجل وتسال هل الديزاين باترنز مفيده ولا لا للسوفت وير انجينيرنج، هتلاقي اول اجابه في وشك ان دي يعني من اهم الحاجات اللي تكون عارفها كسوفت وير انجينير. ممكن تكون ادفانسد شويه، بس ان انت عارفها دي حاجه حلوه جدا. تمام. فاختار المواد اللي تركز فيها مجهودك صح. في برضو جزئيه اللي هو بلاش عشوائيه، ما ما تبقاش بتذاكر من كذا سورس وبتذاكر من كذا كتاب، وبتحاول تشوف الكونسبت بشكل واتنين وتلاتة واربعة وخمسة، وفي الاخر مش بتحصل حاجة كتيرة. يعني انا بشوف ناس بيتعبوا جامد قوي في مذاكرة حاجة معينة، آه، بسبب ان هم عشوائيين في المذاكرة بتاعتهم، بسبب ان هم مثلا بدل ما يدور في كذا سورس لحد ما يلاقي سورس نضيف يفيده كويس ويمشي على السورس ده، لا بيمسكوا كذا سورس بقى، اللي هو يذاكر من الكتاب بعد كده يفتح شرح على كورس على كل شخص بيشرح بطريقة مختلفة، فانت بتشتت نفسك. ده غير ان انت لو مسكت كل مادة بتعمل فيها كده هتوصل للبرن اوت.
وبالتالي انت محتاج تعمل بريورتي لكل حاجة انت عايز تذاكرها. الحاجات اللي انت عايز تستغلها دي اعمل لها بريورتي. الحاجات اللي انت عارف ان هي هتفيدك في شغلك وليها بنفت عالية جدا، ذاكر فيها كتير، وزود على المذاكرة بتاعتك، وزود على اللي انت بتدرسه في الكلية، وهكذا. لو انت عارف ان المادة مش هتفيدك في شغلك، خلاص يعني ما تتعبش فيها. خد بس البيسكس بتاعتها وخلاص على كده. انت مش مطالب باكتر من كده. وفي برضو الشكوى المعروفة ان يعني ابدا منين، او يعني مش عارف ابدا، الموضوع صعب جدا وبتاع. الموضوع صعب في اي حاجة. انت لو حاولت تشتغل اي شغلانة بدايتها هتبقى صعبة. احنا المجال بتاعنا بدايته صعبة لان في مجالات كتيرة جدا، وفي كل مجال فيه تفريعات كتيرة جدا، وكل حاجة من دول مبنية على حاجات مختلفة، سواء الحاجات المختلفة دي مشتركة ما بين كذا تخصص، أو حاجات خاصة بتخصص واحد فقط ما بتلاقيهاش في الحاجات التانية. ولكن في دايما الحاجات الشيرد ما بينهم، وهي الأساسيات. انت لو عارف الاساسيات بتاعت البروجرامينج لانجويجز، لو عارف الاساسيات بتاعت السوفت وير انجينيرنج وهكذا، فان انت تسويتش من كونتكست لكونتكست تاني، ان انت تسويتش من حاجه لحاجه تانية، الموضوع مش هيبقى صعب. وهيتطلب منك يعني كل حاجه طبعا هتتطلب منك قدر من المجهود، ولكن ان انت تحاول تقلل المجهود اللي انت بتبذله عشان تحول من حاجه للتانية، ده لازم يبقى من ضمن اهدافك. فانت في عموما في فتره الكليه انت بتدرس مادة، اعرف المادة فيها ايه. لو عارف ان المادة دي هتفيدك والكونتنت بتاعها هيفيدك، ذاكرها. هاتلك كتاب. لو مثلا الدكتور مش مديلك كتاب كويس، دور على كتاب كويس للمادة وذاكر منه. دور على كورس اونلاين. لو مثلا في المادة اللي انت بتاخدها فيه كونسبتس انت مش مستفيد منها، وكونسبتس ثانية انت مستفيد منها، خد الكونسبتس اللي مستفيد منها، واعرف اللي مش مستفيد منها. يعني ذاكر اللي مستفيد منه كتير، واعرف بس اللي انت مش مستفيد منه، لان اللي مش مستفيد منه ده احتمال يبقى مفيد في المستقبل. فان انت على الاقل عارف ان هو موجود. انت جاهل يعني باللي جواه، ولكن انت عارف ان هو موجود. فانت خرجت من منطقة العمي 100% ان انت مش عارف اصلا ان الحاجة دي موجودة، الى منطقة ان انت عارف ان هي موجودة بس انت مش عارف اللي جواها او مش مذاكرها. دي مرحلة الدراسة. نخش في مرحلة الامتحانات. انت قاعد بتذاكر دلوقتي، وقاعد مثلا شغال بتحاول تبني بروجكتس خاصة بيك عشان تعمل بورتفوليو وهكذا. هوبا جت عليك فترة الامتحانات، لازم تذاكر بقى، اللي هو لازم تراجع، ولازم تخش الامتحان بقى، حال الامتحانات وبتاع والليلة دي كلها. هل تقدر تستغل الفترة دي لصالحك؟ والحقيقة ان دي حاجة تعتمد على مقدار مذاكرتك للترم. يعني ده على الاقل اللي انا شايفه ان انت في مرحلة الامتحانات، انت كده كده طول فترة الدراسة انت شغال بتذاكر وبتبني بروجكتس مثلا خاصة بيك. تيجي فترة الامتحانات بقى، انت المفروض ان انت شبه ما عندكش وقت اصلا ان انت تشير الوقت ما بين كذا حاجة. وبالتالي ساعتها الافضل على الاقل بالنسبة لي ان انت تفصل تماما عن البروجكتس، وتفصل تماما عن الحاجات اللي انت في ان انت تراجع في اسرع وقت ممكن، بحيث ان انت يعني ما تتعبش كتير. يعني مثلا ممكن بدل ما تراجع المادة قبل الامتحان بأسبوع، ممكن تراجع أو يعني المواد كلها ممكن تراجع المواد قبل الامتحان بشهر. الموضوع كل أسبوع مثلا ولا حاجة، فهتدي كل مادة 3 4 أيام، وده هيخليك مرتاح. الوقت اللي انت مثلا خلصت النهارده ربع المادة في المذاكرة بتاعتك، باقي اليوم تقدر ان انت تشتغل على البروجكتس بتاعتك. ده لو انت حابب تكمل شغل على البروجكتس بتاعتك في فترة الامتحانات. فعايز تبدأ لو عايز تفضل مكمل في المذاكرة بتاعتك، في البروجكتس اللي انت بتبنيها وهكذا، والكورسات اللي انت بتاخدها، ابدأ المراجعات بدري، بحيث ان انت بدل ما تذاكر مادة
كاملة في يوم واحد، ان انت تقسم المواد على كذا يوم. المادة الواحدة تاخد لها مثلا 3-4 ايام. الموضوع ده هيريحك جدا، وهيساعدك كمان ان انت لو في حاجات سقطتها في مذاكرتك في خلال الترم دي هتلمها لك. اما لو حابب ان انت تراجع قبل ليله الامتحان فدي يعني، او قبل الامتحان باسبوع وهكذا، دي حاجه ترجع لك برضو. بس ساعتها يعني ما تزعلش لو مش عارف ترجع للبروجكتس بتاعتك في ساعتها، يعني مش عارف تشتغل على البروجكتس بتاعتك في ساعتها وهكذا. الفتره الثالثه بقى، المرحله الثالثه هي مرحله الصيف او الاجازات. يعني مثلا اول حاجات اللي انت مش مضطر تنزل فيها الكليه، مش مضطر تذاكر فيها كتير. هل ان انت الصيف كله تقعد مثلا تلعب وتقعد مستني الترم اللي جاي عشان تذاكر المواد اللي فيه، ولا لأ، ولا تعمل ايه بالظبط؟ والحقيقة ان انت تقعد يعني مركز مع كونتنت الكلية فقط. الكلية مش هتكفيك، والكلية مش كافية للمجال، الكلية مش كافية للشغل بعد كده. انت اوكي درست في الكلية كسي بلس بلس مثلا، لو فضلت ماشي بمقدار المذاكرة اللي انت خدته في الكلية، فالكلية مش هتديلك الليفل اوف كونفيدنس، ومش هتديلك الاكسبيرينس اللي انت محتاجها عشان تبني بروجكتس كبيرة بيها باللغة. فساعتها انت اوكي، انت مذاكر مواد الكلية، مذاكر حاجات زيادة فوق مواد الكلية، ومراجع وعامل كل حاجة ويعني عندك قدر كبير جدا من العلم، ولكن خلال فترة الصيف انت مش بتطبق على العلم ده مثلا، او مش بتسخره ان انت تفيد نفسك بقى في فترة الصيف، وبالتالي العلم ده هيروح منك، هتنسى مسيرك، هتنسى. فاللي بتعمله في فترة الصيف حاجة من 3 حاجات: يا إما بتبني personal projects، دي projects على الجنب بقى عشان تبني بورتفوليو وهكذا، يا إما بتعمل يا إما بتدور مثلا على تدريب internship وتنزل internship، يا إما بتدور على الحاجات بقى اللي هو ايه، ان انت تزود العلم اللي عندك. تزود العلم اللي عندك بقى عن طريق ان انت تاخد كورسات، عن طريق ان انت آه مثلا تدور على حاجة اونلاين زي يعني زي توتوريالز وهكذا. المهم ان انت بتستغل الفترة دي في ان انت مش قاعد فاضي، انت قاعد بتذاكر حاجة، انت قاعد بتطبق على حاجة، انت قاعد بتجرب في حاجة. بس ففترة الصيف دي هي تقريبا أكتر فترة مفيدة بالنسبة لك كطالب. سيبك بقى من فترة المذاكرة وفترة الامتحانات والليلة دي كلها، لا، الكلام ده كله أوكي، أنت بتحصل علم جميل وكل حاجة، ولكن فترة الصيف أنت عندك مثلا من شهر 6 لشهر 9، أو لحد جوه شهر 9 على النص ولا حاجة، أنت عندك 3 شهور مثلا. ال3 شهور دول أنت لو استغليت مثلا كل يوم، مش هقولك 9 ساعات ولا 8 ساعات، لو 4 ساعات في اليوم، حرفيا 4 ساعات، ساعتين في اليوم، قاعد ماشي على كورس معين وبتطبق معاه، او قاعد بتبني personal projects خاصة بيك، انت في خلال الفترة دي هتحصل قدر كبير من الخبرة. انت هتبني وهتحتك بسوق العمل. انت مش هتبقى شغال في شركة، مش هتبقى في تيم، ولا فوقك تيم ليد بقى، ولا سينيورز ولا هكذا، بس انت ممكن يكون عندك منتور، والمنتور ده ممشيك في حاجات آه يعني تكشفك لسوق العمل. ممكن ان انت بتدور مع نفسك من غير منتور، هتبقى اصعب، بس على الاقل انت برضو بتبني مشاريع خاصة بيك. المشاريع دي مثلا لو انت فرونت ديفلوبر، فانت مثلا لو هتعمل بروجكت برياكت، هتلاقي بوجز طلعت في وشك انت مش فاهمها، فهتدور مثلا ستاك اوفر فلو، هتدور في الدوكيومنتيشن، هتتعلم عموما مع الوقت. هتلاقي نفسك في حاجات كده انت مش حاسس ان هي بتحصل، بس هي بتحصل، زي ان انت قدرتك على البحث عن المعلومات دي اهم، حرفيا دي آه، اهم سكيل عندنا في المجال ده من رأيي ان هي اهم سكيل عندنا في المجال، ان انت تدور على المعلومة بنفسك، وان انت تتعلم نفسك بنفسك. التو سكيلز دول حرفيا من غيرهم دايما هتحتاج حد، يعني حد يمشيك في الموضوع. دايما هتحتاج منتور، شخص عنده خبرة اكتر منك يمشي معاك فيها.
حد يذاكر معاك زي مثلا واحد صاحبك على نفس مقدار الخبرة، بس قاعدين مثلا بتحاولوا ان انتوا تبنوا بروجكت سوا وهكذا. ولكن مهارة ان انت تدور على المعلومة بنفسك ومهارة ان انت تبقى independent دي هتسمح لك ان انت تبني قدر من الخبرة زيادة عن اي حد تاني، لان انت بتقدر توصل للمعلومة بكذا طريقة. غيرك اللي ما عندوش المهارة دي مش هيعرف يوصل لنفس المعلومة اللي انت وصلت لها، مش هيعرف يوصل لنفس يعني مش هيعرف يوصل، او على الاقل ممكن يوصل بس مش بنفس مقدار السهولة، هيضيع وقت كتير في ان هو عمال يخبط. وبالتالي المهارة مفيدة، مهارة مفيدة، ودي من اهم الحاجات، او من يعني من اصغر الحاجات اللي بتجمعها خلال فترة الصيف وخلال فترة الدراسة برضو. تمام. بس بالنسبة لفترة الصيف انت بتكون مثلا بتبني بروجكتس وهكذا، فانت شغال على بروجكتس، البروجكتس دي فيها باجز كتير بقى، وفيها كونسبتس كتير انت ما خدتهاش في الكلية، فانت بتزود على علمك اللي انت خدته خلال فترة الدراسة، وبتضيف فوقه خبرة، بتزود علم وبتزود خبرة بجانب المهارات بقى اللي انت بتكسبها، زي مهارة البحث ومهارة التدقيق في المعلومة، وازاي اصلا آه، يعني تعرف المعلومة دي مفيدة ليك ولا لأ وهكذا. فازاي تستغل وقتك في الكلية، وازاي تستغل ان انت تستغل الكونتنت بتاع الكلية في ان انت تبقى سوفت وير انجينير ناجح، او ان انت على الاقل تبقى عندك قدر من الخبرة كافي ان انت تشتغل اول ما تتخرج مثلا، او تشتغل وانت في الكلية. آه، ان انت هتستغل كل حاجة لصالحك. الحاجات بقى اللي هي زي مثلا السوق ما فيهوش فرص عمل للناس كلها، طيب ماشي، ما انت ساعتها لو عملت اللي انا بقوله ده هيبقى عندك قدر من الخبرة وقدر من العلم اكتر بكتير من اغلبية الناس. لان خلوني اقول ان فعلا فعلا اغلبية الناس بيكتفوا بمقدار العلم اللي في الكلية فقط، ما بيزودوش على المواد اللي في الكلية، بل بتوصل ان في ناس اصلا اللي هو بيذاكر مادة مثلا ليلة الامتحان وخلاص، هو فاكر كده ان هو بيستفيد. لا، انت هتذاكر المادة ليلة الامتحان، هتنسى المادة تاني يوم بعد الامتحان، خلاص راحت، ما استفدتش حاجة. قاعد ما بتعملش حاجة طول الترم، قاعد ما بتعملش حاجة طول الصيف، ما استفدتش حاجة. فانت ان انت تدوس على نفسك وان انت تعلم نفسك بنفسك خلال الفترات دي كلها، هيؤدي في الاخر ان انت آه عندك العلم والخبرة اللي يميزوك عن باقي السوق. وانت دايما هتلاقي المنافسة شديدة دلوقتي، المنافسة دلوقتي في المجال كله شديدة، فانت ان انت تتميز عن غيرك دي اسهل طريقة تزود بيها فرصك في السوق. بس ده يعني ما اظنش ان في حاجة تانية اقدر اقولها. آه الاعذار بقى ان الموضوع صعب، او ان الطريق طويل، طريق في كل حاجة طويل، والبداية في اي حاجة صعبة، بس لازم نبدأ. انت مجرد ان انت تبدأ هتلاقي نفسك مع الوقت الموضوع بقى second nature زي ما بنقول، اللي هو بقى حاجة بتعملها بطبيعتك كده وخلاص. اللي هو لو انت دلوقتي بتقرا كتاب للمادة، فانت لو المادة اخرها تشابتر 8 هتلاقي نفسك احيانا عايز تزود عن كده، انت اللي عايز تزود، مش مثلا آه مش مطلوب منك زيادة، لا، انت فعلا مش مطلوب منك ان انت تخش في الشابترز اللي بعد شابتر 8 مثلا، لكن انت قريت في اللي بعد كده، او على الاقل عرفت الكونتنتس اللي في اللي بعد كده ايه. وده برضه بيديلك ادج على باقي الناس اللي بتتخرج مكتفية بالكلية. رجوعا لسؤال هل الكلية ملهاش لازمة، أظن الصورة وضحت دلوقتي. الكلية أنت هتقعد فيها 4 سنين، ال4 سنين دول هتاخد كل ترم بتاخد 5 6 مواد. ال5 6 مواد أكيد مادة على الأقل هتفيدك. مثلا أنا في أولى كنت باخد statistics وماثماتكس وحقوق technical writing وبروجرامينج تقريبا، او introduction to computer science. ففي مادتين من دول ممكن يكونوا مفيدين، اللي هي technical writing والintroduction to computer science. الباقي انا بالنسبه لي ما كانوش مهمين، فذاكرت التكنيكال رايتنج دي من سورس بره. يعني شفت فعلا
خدت كورسات على ادكس تكنيكال رايتنج عشان احسن الكتابه بتاعتي، لان احنا السوق بتاعنا او المجال بتاعنا كله كوميونيكيشن، كله ان انت بتتواصل مع ناس. فلو انت ما بتعرفش تكتب ايميل، لو ما بتعرفش تكتب ريبورت اتطلب منك في الشغل، دي هتبقى يعني هيبقى صعب ان انت تقعد تاخد كورس مثلا تكنيكال رايتنج وانت بعد ما تتخرج. لو انت 4 سنين كانوا في ايدك تتعلم فيهم حاجة زي دي، ودي مش هتاخد يوم ولا يومين عشان تتعلم حاجة زي دي، بتطلع انت مضغوط بقى في ضغط شغل وهكذا، هيبقى صعب ان انت ساعتها تزود العلم اللي عندك. فترة الكلية فعلا من اسهل الفترات اللي ممكن تزود فيها مقدار العلم اللي عندك، لان انت يعني انت بيتفرض عليك مذاكرة علم معين، وبجانب العلم ده انت بيبقى قدامك مثلا فترة الصيف تقدر تذاكر فيها بقى الزيادات اللي فوق الكلام ده واللي بعد كده. وبالتالي الكلية ليها لازمة. الكلية بتفرض عليك، دي تقريبا البنفيت الوحيد اللي انا شايفها الكليات او التعليم الاكاديمي، ان انت الكليات دي بتفرض عليك مذاكرة حاجة. انت لو مش في كلية مثلا ممكن تقول الحاجة دي مش مهمة فمش هذاكرها دلوقتي، هي ممكن تكون مهمة بس انت ما عندكش وقت تذاكرها. انما في فترة الكلية انت لازم تذاكرها ولا هتشيل المادة. فبالتالي ان انت تستغل المادة وتستغل ان انت تاخد المادة دي وتوظفها او تستغلها آه، في الشغل بتاعك او في المذاكرة بتاعتك، دي حاجة كويسة جدا وهتفيدك، فعلا هتفيدك. اتمنى ان الحلقة دي ادت some context، فادت حد. آه، ومثلا خصوصا للناس اللي لسه داخلين جداد قدامهم طريق 4 سنين، يا إما يستغلوه كويس، يا إما يقعوا مثلا في النص، أو إن هم يواجهوا مشاكل كتيرة. أتمنى الحلقة تكون فادت الناس، أتمنى الحلقة تكون ادت برسبكتيف جديد للي ما كانش عنده البرسبكتيف ده. لو عجبتكم الحلقة دي ما تنسوش الشير اللاف بقى، كير رياكتس اونلي يا شباب. ولو في أسئلة برضو تقدروا تبعتوها لي في أي حتة، سواء فيسبوك، تويتر، ديسكورد، أو الفورم اللي بيبقى في البوست بتاع البودكاست. وما تنسوش تخشوا فالاريوم الديسكورد كوميونيتي اللي عملتها من فترة. هنرحب بيكم جدا، مكان ويلكمينج بكل السوفت وير ديفلوبرز وكل الناس اللي حابة تتعلم عموما. شكرا لكم واشوفكم في الحلقة الجاية. السلام عليكم.